مساء الخير عليكم يا حلوين، أتمنى تكونون بألف ومليون خير. طبعا أنا كلش متحمسة الفيديو اليوم. للجدد هنا أو اللي ما يعرفون، احنا صار لنا كم سنة ما عدا آخر سنة لأنه انقطعت على اليوتيوب. صار لنا كم سنة نسوي هذا التحدي سوية، والسبب انه من سوينا اول مرة اني وهواي بنات شفنا نتيجة كلش زينة عليها، فلهذا قررنا انه نسوي تقليد ونعيده كل سنة. وصفة اليوم بنات اني كلش متحمسة الها ومتأكدة هواي منكم راح يحبوها، بس اللي ما عنده هذه المواد او اللي عجبه يستخدم وصفة ثانية، روحوا على اي تحدي سويناه بالسنوات السابقة واستخدموا هذيك الوصفات. كل وصفة بنات سويناها بتحدي تطويل الشعر ممتازة لتطويل الشعر، فانتوا براحتكم تحبون انه تسوون هذه الوصفة مال هذه السنة او تمشون على اي وصفة من الفيديوهات السابقة. وهسه تعالوا وياي وخلينا نسوي الوصفة سوا. المواد هي اي زيت خفيف عندكم، هنا استخدمت زيت الصبار، جل الصبار، واخر مادة هي البيوتين. هحتاج ملعقة طعام من البيوتين، طبعا أنا عندي كبسولات فهفتحها بهالشكل هذا. هضيف ربع كوب مي، ملعقة طعام من أي زيت خفيف، وملعقتين من جل الصبار. هخلط كل المواد كلش زين، وأخير شي أفرغها بعلبة، وهسه صارت عندنا جاهزة للاستخدام. بنات طريقة الاستخدام كلش سهلة مثل أي وصفة ثانية نسويها. ناخذ الوصفة ونوزعها على كل فروة الرأس. الفرق الوحيد إنه هذه المرة حنوزعها على فروة الرأس وعلى الشعر همينة. طبعا أنا ما راح أخليها هسه لأنه عندي طلعة، بس حبيت أشرح لكم الطريقة بالضبط. بعد ما نوزعها على كل فروة الراس وعلى الشعر، نلم شعرنا بهالطريقة هذه، ونلبس هذا الكاب مال الشعر او تقدرون تلفوه ببلاستيك اذا عندكم. هذه راح نلبسها حتى المواد تدخل كل زين او بطريقة عميقة داخل الشعر وبداخل فروة الرأس. حننتظر تقريبا ساعة، طبعا تقدرون تغسلوه بعد نص ساعة، بس أنا أفضل أنه أبقيه ساعة كاملة، وبعدها نغسل شعرنا بالشامبو والبسم. ولهنا خلص ويانا الفيديو. أحبكم كوما كوما كوما، لا تنسون أنه تركولي تعليقاتكم إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار، اتركولي تعليقات وخبروني. أحبكم كوما 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 في كل مرة. دير بالكم على نفسكم، اهتموا بروحكم. أشوفكم على ألف ومليون خير. باي حبايب قلبي.